اليوم غادي نحكي لكم على واحد من أكثر الملفات اللي أثارت صدمة كبيرة وسط المغاربة خلال الأيام الأخيرة. قضية ياسين، سائق إندرايف اللي خرج يخدم ويقلب على رزقه بحال أي نهار عادي، لكن الرحلة اللي بدات بشكل عادي انتهت بطريقة مأساوية للأسف. قبل ما نبداو خاص نوضح أن بعض التفاصيل مازالت موضوع تحقيق، وغادي نعتمد على معطيات متداولة إعلاميا دون الجزم بأي تفاصيل مازال القضاء ما قالش كلمته فيها. ما نطولش عليكم وندخل مباشرة في القصة. ياسين كان شاب بسيط معروف في وسط معارفه بالأخلاق ديالو وحبه للعمل. كان كيخدم في النقل عبر تطبيق إندرايف باش يوفر مصاريف الحياة ويساعد عائلته. في واحد النهار وبالضبط يوم السبت اللي مورا العيد الكبير، خرج ياسين للخدمة بشكل عادي من بعد ما اتصل به واحد الشخص كيعرفه وقال ليه واش تقدر توصلني لسلا. ياسين قبل الرحلة، يعني الرحلة كانت من قنيطرة لسلا. ياسين منين وصل لسلا بقى كيتسنى يجيه شي زبون على التطبيق يكون غادي لقنيطرة، ما بغاش يرجع خاوي. فعلا توصل بالطلب في التطبيق من سيدة. بالنسبة ليه أمر كان عادي، لأنه كل نهار كيتعامل مع عشرات الزبناء نساء ورجال. ولكن ياسين ما كانش عارف من اللي قبل لك الطلب غادي يكون هذاك هو آخر نهار في حياته. بعد وصول السيدة ومعها راجل ركبت هي القدام، والسيد اللي كاين معها ركب اللور ديال السيارة. ملي ياسين اقترح ليه انه يركب حداه قال ليه باللي رجليا كضرني وما نقدرش نركب القدام، خليني انا مرتاح هنايا. ياسين تحرك بالسيارة بشكل عادي، لكن داخل السيارة كانت أحداث كتمشي في اتجاه خطير. وفقا لما تم تداوله إعلاميا، تعرض ياسين باعتداء مفاجئ من الخلف. المجرم اللي ادعى أن الرجل ديالو مريضة غير كذب عليه باش يركب في الخلف ديال السيارة وجبد قنبة وقجو بها بطريقة اللي ما لقاش ياسين كيفاش يدافع على راسو. البنت اللي كانت مع المجرم بقات كتغوت عليه وقالت ليه صافي طلقوه، راك غادي تقتلو، وحنا ما كناش متفقين على هاد الشيء، حنا الهدف ديالنا هو السرقة فقط. المهم وقع بيناتهم نقاش، هبط ونزل ياسين من السيارة وداروا في الكوسانات اللور ديال السيارة. ركب هو وساق السيارة ودا البنت لحدا دارهم وحطها. وفي هذا الوقت ياسين كان فاقد الوعي. ولكن القصة ما سالتش هنا. مع مرور ساعات لاحظت العائلة ديالو أن ياسين ما رجعش للدار، وأن الهاتف ديالو ما بقاش كيجاوب وما كاين حتى خبر عليه. في الأول ظنت العائلة أنه ربما مازال خدام، غير البطارية الهاتف سالات. ولكن كلما زاد الوقت زاد الخوف كيكبر عند العائلة. بدات كتقلب عليه العائلة ديالو والأصدقاء ديالو حتى هما دخلوا على الخط. ولكن الحقيقة كانت أسوأ مما كان الجميع كيتوقع. بعد ما العائلة بلغات بالاختفاء ديال ياسين، بعد البحث والتحريات تم العثور على الجثة ديالو. الخبر نزل كالصاعقة على عائلته وعلى عدد كبير من المغاربة اللي كانوا متبعين القضية، وعم الحزن والألم على الجميع. وصبح السؤال الكبير هو شكون اللي دار هاد الشيء، وعلاش الأجهزة الأمنية دخلت على الخط بسرعة وجمعوا المعطيات وتتبعوا التحركات وتم فحص مختلف الأدلة المتوفرة. ومع تقدم البحث بدأت الصورة كتوضح. التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود مشابه رئيسي مع شخص آخر، وكانوا قالوا باللي سالت القضية. ولكن المفاجأة مع تعميق البحث والتحقيق بدأت كتظهر أسماء أخرى، كل شخص كان كيقودهم لشخص آخر، وكل معلومة كتفتح باب جديد. وهنا بدأت القضية كتاخد حجم كبير من شخصين إلى 9 أشخاص. وهذا الأمر
خلف صدمة كبيرة وسط الرأي العام. وكثير من الناس تسائلوا علاش 9 أشخاص، أشنو غادي يكون دار ليهم كاع هاد ياسين. لكن حسب المعطيات المتداولة أن الأدوار لم تكن متشابهة. كاين اللي ساعد وقت الجريمة، وكاين اللي ساعد بعد وقوع الجريمة، يعني حتى وقعات الجريمة ساعات عاد تلاقى مع المجرم وساعد بطريقته. وكاين فيهم اللي كان عارف الجريمة وعارف بعد التفاصيل ديالها وما بلغش على داكشي اللي شاف. لهذا السبب ولاو 9 أشخاص. بعد انتشار تفاصيل القضية تفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات بزاف من المغاربة عبروا على الغضب ديالهم والحزن ديالهم، لأن الضحية ياسين كان شاب خدام على عائلته وباقي صغير وما يستاهلش هادشي اللي وقع ليه. هادشي اللي خلى المغاربة مأثرين من هادشي اللي وقع ليه. بالنسبة للإشاعات اللي خرجت في مواقع التواصل الاجتماعي وكسر الكلام بلا معنى وبدون أي دليل، بعض القنوات الله يهديها هي وشي صفحات كيكتبوا وكيقولوا شي هضره اللي غير مؤكده الى حدود الساعه، كتبقى مجرد اشاعات متداوله على الانترنت. اما الحقيقه القانونيه فهي ما ستثبته التحقيقات والمحكمه فقط. لهذا يجب دائما التفريق بين الاخبار المؤكده والشائعات. الى حدود اليوم القضيه ما زالت تتعرف تطورات قضائية وتحقيقات مرتبطة بالأشخاص المتابعين فيها، والكلمة الأخيرة كتبقى للقضاء والعقوبات بناء على الأدلة والوقائع الثابتة. قضية ياسين قصة شاب خرج كيبحث على رزقه، حتى ولا اسم ديالو مرتبط بواحد من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام. رحل ياسين، لكن قصو غادي تبقى حاضرة في الذاكرة ديال المغاربة. كنتمنى من القضاء يخلي هاد 9 أشخاص بدون استثناء يكونوا عبرة لأي واحد عطاتو نفسه وعطاتو خاطره يرتكب شي جريمة. المجرم الرئيسي اعترف بلي هو اللي قام بكل شيء، ولكن هذا الاعتراف ديالو أكيد ما غاديش يبرأ ال8 الآخرين، لأن كل واحد ساعد بطريقته كيف ما قلت لكم من قبل. كلهم شافوا وكلهم ما قدموش يد المساعدة لشخص في خطر، وكلهم شافوا جريمة وما بلغوش عليها. وهكذا كتسالي قصة ياسين، شاب خرج من دارو وهو كيفكر غير في خدمته ورزقه، لكن القدر كان مخبي ليه نهاية ما كان حتى واحد كيتوقعها. اليوم ياسين ما بقاش بيناتنا، ولكن الذكرى ديالو باقية في قلوب عائلته وأصدقائه، وكل واحد تأثر بهذه القضية. ربما الحقيقة كاملة مازال ما خرجتش كلها للعلن، ولكن مؤكد أن روحا بريئة فقدات حياتها، والعائلة كاملة تبدلات حياتها في ثواني قليلة. في كل مرة كتسمع عن جريمة كتظن أنها بعيدة عليك، ولكن قصة ياسين خلات بزاف ديال الناس يفكروا أن أي واحد خارج يخدم أو يقضي غرض يمكن ما يكونش عارف شنو مخبي ليه في الطريق. نسأل الله أن يرحم ياسين رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن تظهر الحقيقة كاملة وياخذ كل ذي حق حقه. إلا وصلتي معايا حتى لهنايا كتب الله يرحم ياسين في التعليقات وشارك رأيك بكل احترام. وبغيت نقول لكم إلا عجبتكم القصة واستفدتوا منها وعرفتوا أشنو طرا لياسين، نتمنى تشاركوا عندي في القناة باش يبقى يوصلكم كل جديد نزلته على القناة، وأي قصة نزلتها تكونوا من الأوائل، ونتمنى تستافدوا منها. وما تنسونيش بواحد اللايك. خليت لكم الراحة مع قصة واحدة أخرى إن شاء الله تكون جديدة، وكنتمنى إلا بغيتوا شي قصة تقدروا تكتبوا لي في التعاليق ونعاودها لكم. سلامة.